الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل الغوا خرطوم جوا كل الغوا خرطوم جوا ما في حل غير البل وزارة فياي ديار بيجي أمان ناجو فتيد أبي جبال النوبة حتى لو جونا في محلك الله يا أمير اللي بنيرك. كيف لا نسعر والأطفال يغسلون؟ الله أكبر. كيف لا نسعر والشيوخ يذبحون؟ الله أكبر. سنسعر لكن لرب ودين. سنسعر لكن لرب ودين ونمضي إلى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى بثبات ويقين إن شاء الله. كلنا يا أخواننا إلى الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما فينا زول برجع يا أخواننا. ما في ودمرة يا أخواننا بقعد في البلد دي ونحن أحياء يا أخواننا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل السودانيين دول أحبابنا عدا ناس المؤتمر الوطني للمجرمين. عشان كده الرسالة المهمة توصلوها لهم. انتوا دايرين تبقوا حكام السودان بكرة، دايرين تبقوا عنصريين برضو ما بيجي. عشان كده أصلا ما تميزوا بين الناس، ما تسيئوا لغتكم اللي تستخدموها مهمة جدا، ما تسيئوا لأي مواطن. انتوا مشكلتكم لازم تعرفوا عدوكم تحديدا. الزول لو ساهموا ده وجهوا لجهة ثانية بيخرب القصة كلها. وجهوا لعدوك في صدره والهدف واحد والسودان منتصر بإذن الله والقضية منتصرة بإذن الله. ونحن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. لن يتخلف منا أحد إن شاء الله بإذن الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يا أخواننا كل هذه الآيات ان احنا بتحضنا وبتحسنا على هذا الامر ان شاء الله سبحانه وتعالى. بتندمن بس الله ما انتنوف ذات ديل ناس فوداجين ارملهم 20 دانه ما يفتحوا خشومه ولا شنو، ما قال جلدا ما جلدك كروا في الشوك ولا شنو. احنا نعتبر عدو غشيم. ليه؟ لانه العدو اللي بيقتل شيخ الخلوه، اللي بيقتل الطفل، اللي بيقلع حق المسكين، اللي بيقتل النساء، ده عدو غشيم ما عنده قضيه. ولو حكم يا اخواننا في كل المدن هيحصل نفس الترويع وافظع. لو الزول في السلطه ما بقى عنده عداله، في زول بيبقى فقير وفي زول بيبقى غني. يعني هو يا هو بيقسم الرزق، هو يا هو ذاته بيجيب اجل بتاعك ذاته. الحل بتاعنا في السودان الجديد، السودان فيه عداله وفيه مساواه وفيه حريه، فيه ديمقراطيه، مش كده؟ يعني يكون في ديمقراطيه الاغلبيه يحكم. الأغلبية لو قالوا ده أبو بكر، لو قالوا ده كوكو، لو قالوا ده حجار، لو قالوا ده أدروب، خلاص يكون هو الحاكم. مش كده يا جماعة؟ مش كل مرة ده محمد أحمد بس ومن البحر ولا شنو يا جماعة؟ جماعة أنا بشيركم وراكم جيش ضخم. الحركة الشعبية دي أنتوا عارفينها، عندها جيش حدادي مدادي سد الأفق. نبشركم عندنا برضو جيش عندنا مدفعية ما في زول بقيف قدامها. قدر اللي عندكم ده أضعاف. نجيكم بقادي بس انتوا جاي اقربوا اصواتكم. جاهزين للتحرك خلال ساعتين. طوال يمشي يمين القوة هنا تبقى جاي الحتة دي ما كاشفة. طوال الناس اللي وراه وطوال المؤذن اللي وزعناه زي دراجنا طوال يمين بقينا متحركين يجوا في النص. يجوا وراي يجوا وراي. الله أكبر الله أكبر. الله ناصرنا لا ناصر لهم.
وقف. دمر. نحن لما جينا في المحور الشرقي لولاية جنوب كردفان جينا القصد أساس أنه القوات بتاعت الجبهة الثورية تظهر على مستوى السودان وتجي تبدأ دخولها في مناطق بتاعت أم روابة وكرشولة وشمشكة والكريم والسمح. القوات دخلت وسيطرت على المنطقة بعد الاستيلاء على المواقع العسكرية وخاطبت المواطنين. أهل الأم روابة ذات شاهدوا على أنه القوات اللي دخلت أم روابة كانت تتحاشى يعني مقتل المدنيين. هنالك معلومات مؤكدة تحرك ميليشيات من كرشولة لاتجاه المناطق تحت سيطرة القوات الجيش الشعبي، وهي بكرشولة كانت معقل للملايش. السبب الرئيسي لهجوم كرشولة لأنه كانت معقل وهي كانت الدينامو المتحرك. حتى في قيادات وجنرالات كبار من القوات النظامية هم من كانوا بيجوا ويقيموا اجتماعاتهم هناك على أساس أنهم ينظموا الهجوم للمناطق اللي احنا موجودين فيها. دول كله ناس ميتين هنا في الوطن، 2 مدمر وفي 2 عربية مدمرة وغادي وخشينا طردناهم حتى ما وصلناهم برمبيسة.